اي واحد كيحس براسو كيحاول في جميع الاتجاهات ديال الحياه، ولكن الطريق ديما مسدود، مره في علاقات، مره في الفرص، مره غير بينك وبين نفسك. واليوم غادي نهضروا على العرقله الطاقيه، ديك اللحظه اللي كتوقف بالحياه بلا ما تفهم علاش، وكتقول لك ماشي هنا وماشي دابا وماشي مع هاد الناس. هاد المرات كتكون خدام على راسك، كتجري كتحاول وكتقول واخا الطريق ماشي ساهل وقاصح غادي نصبر تنوصل، ولكن كتفاجئ باللي البيبان كتبدا تسد واخا انت كتجري في الصلاح، واي علاقه كتبنيها كتشتت، وحده الجسد ديالك كيبدا يعيا ويبدا يعارضك بلا حتى شي سبب منطقي. هنا يا اما كتقول هادشي سحور ولا عكس ولا عين ولا زهر مكفس، ولكن الحقيقه هي اعمق من هادشي كامل. الحقيقه هي انك انت كتعيش وسط عرقله طاقيه، ماشي شغل السحر هذا ولا شغل صدفه لاعينه، وماشي كاع انت اللي فاشل. هادي الحياه كتعلمك تقول لا بطريقتها الخاصه، تقول لا لبزاف ديال الحوايج اللي تشوف فيهم انت الربيع وما كتبانش لك الحافه. وهادشي غتلاحظو غير في العلاقات ديالك مع الناس. كاينين شي ناس غتبغيهم وغيعزوا عليك وغيبانوا لك زوينين، ولكن غير غيدخلوا لحياتك غتولي تحس براسك مخنوق الطاقه ديالك كتمص. والحياه فاش كتبغي تحميك من هادشي ما كتشرحوش لك، كتسد عليك الباب ديريكت. وإلا كنتي قبيح وبقيتي كتدق في الابواب الغالطه، الحياه كتبدا تربيك بالعافيه، ماشي باش تبكي على الحظ ولكن باش تفهم الرساله اللي ربما مفادها خاصك تهز رجليك من الطريق اللي ماشي ديالك. والعرقله هي اقوى اشاره اللي كتنبهك انك راك ما حاطش رجلك في البلاصه اللي كتستحق. لهذا ما خاصكش تخاف منها، ولكن خاف من انك تعافر معها، خاف من انك تبقى تحاول تحل في البيبان صح وهما راه مسدودين للصالح ديالك ماشي ضدك. والحياه راه كتسد عليك البيبان باش تعلمك تبني دروج، ماشي تدق وتبكي. المهم كان معك عبد الهادي، ولا وصلتي حتى لهنايا راك من القليل اللي كيحفر في الاعماق. خلي معاك شي تعليق وما تنساش الطريق اللي ما فيهاش طاقه راه ما فيهاش الشر ديالك. والسلام عليكم.